السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل الذرة الحلوة بتاعتنا. الذرة الحلوة بنجيبه ساعات من يعني معلب من السوبر ماركت، او بنجيبه الذرة الاصفر ونعمله في البيت، بس طبعا هو بيبقى مستورد، فهنعمله النهاردة من الذرة الابيض المصري الجميل بتاعنا بطريقة سهلة ولذيذة جدا، طعمه حلو قوي وينفع نستخدمه كل الاستخدامات اللي احنا ممكن ندخله في السلطات، او وكمان ينفع ناخده سناك في الرجيم، وكمان الاطفال هيحبوه جدا، وهنقدمه لهم بطريقه بجد جميله ولذيذه، هيحبوه وهيبقوا مبسوطين قوي بيه. اول حاجه انا جبت كده الذره من عند يعني الناس اللي بيبيعوه. ممكن تجيبوا من اي حد بيشوي ذره في الشارع، او تجيبوه من اي سوق، يعني هو رخيص مش غالي، بيبقى ارخص كتير من اللي بنشتريه مشوي. طبعا انا جيت يعني اقطعه بالسكينه، بس ما كانش نافع قوي، فبيبقى اسهل كده لما تقطميه بايديكي. اول حاجه بنشيل البوز بتاعه كده اللي في الاول، وممكن برضو تشيل الحته الاخيره دي، بس انا حبيت اللي انا اسيبها برضو، اللي هو في واحد بس اللي فيه الجزء ده برضو سيبته عادي، لان هيكون صعبه شويه، لكن ممكن بعد السلق اقدر اتخلص منها. طبعا هنا بقى انا كان عندي اتنين زي ما قلت لكم. هنا كده وريتهولكم يعني تقريبا نفس الحجم. عندي ميه مغليه، طبعا انا غليت الميه حوالي نص الحله بالظبط، وعلى حسب الكميه اللي انت تستخدميها. وبعد ما المية غليت كده نزلت بيها فيها بالذرة. طبعا الذرة الابيض بيبقى لونه ابيض، فاحنا هنخليه لونه اصفر عشان يعني ولادنا يحبوه. كمان هستخدم فيه حاجة حلوة قوي، انا حطيت طبعا شوية ملح، بس بصوا انتوا ممكن تستغنوا عن الملح خالص، لان انتوا عايزينه مثلا يكون طعمه مسكر فبلاش يعني. انا حطيت كركم وحطيت عليه فلفل اسود. طبعا الكركم عشان يديله اللون الاصفر الطبيعي، والفلفل الاسود عشان الكركم يعني نستفيد بكل الفوائد اللي فيه. طبعا كلنا عارفين المعلومة دي، ان عشان نستفيد بفوائد الكركم لازم نحط فلفل اسود. يمكن الفلفل الاسود كان زيادة شوية، مش مشكلة، تحطوا رشة بسيطة، وكده كده هو ينزل اصلا في الحلة، يعني هيكون في المية، ما تقلقوش منه خالص. وسبته طبعا بعد ما غلي، بعد ما ضفت الذرة، وطيت عليه شوية وسبته بقى، وغطيته كمان عادي بيتغطى عليه، وسبته مع نفسه كده حوالي نص ساعة. بجد استوى وكان طعمه حلو قوي. وبعد كده انا دخلت فيه عصيان الشيش طاووق دي، بتبقى حلوة جدا وبتدخل بكل سهولة. ولادكم هيحبوه قوي بالطريقة دي، يعني عشان يمسكوا كده من العصيان دي. بجد هتبقى سهلة في الاكل، مش هيبهدلوا ايديهم مثلا لو هما مش حابين ان هما يمسكوه بايديهم او يقع منهم. هيبقى طريقة حلوة جدا ان هما يقدروا يلفوه كده وياكلوه لحد ما يخلصوه. فكرة جميلة ولذيذة. طبعا يعني هي بتكون طرية من جوه، انتوا تدخلوها عادي بكل سهولة. بجد هيعجبكم جدا، وتقدروا بقى انتوا تفرطوه كده بايديكم، تحطوه بقى في سلطات، تشيلوه في التلاجة بدل ما تشتروه معلب وعليه مواد حافظة. وكمان هو طعمه حلو للكبار والصغيرين. وطبعا ينفع جدا جدا في الدايت، وكمان بيبقى حلو قوي مع المشاوي، اي حاجة مشوية عندكم تقدروا تاكلوه جنبها بديل للنشويات. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم، يا ريت لو عجبتكم تشيروها مع كل الناس وتعملوا لايك، واشوفكم على خير، مع السلامة.